وصباح الخير والربح والتيسير عليكم كاملين. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. قالوا ناس زمان الفياق بكري بالذهب مشري، الفياق بكري فيه الخير والبركه علينا كاملين. فعلا ما كذبوا شيء. فاش كنفيقوا بكري اول حاجه كنصليو الصلاه ديالنا، تنقراو القران والحمد لله كتحسوا بواحد الراحه نفسيه النهار كامل. كيدوز لكم نهار زويون بزاف وشحال من حاجه كديروها وكيبقى قدامكم الوقت. وسبحان الله الا فقتوا معطلين كتلقاو يعني كلشي كيتعطل، لا الخدمه لا الطياب شحال من حاجه. كتكون ماشي هي ديك وحتى النفسيه ديالكم كتكون ما مرتاحاش. بزاف ديال الناس عندهم مشكل مع الفياق بكري، تيبغي يفيق بكري ولكن تيلقى راسو ما قادش ينوض، تيحس براسو ثقيل، الجسم ديالو مازال ما شبعانش نعاس. الا جينا نشوفوا السبب منين جاي كتلقى الاغلبيه ديال الناس كينعسوا معطلين. فكل ما الانسان نعس معطل كل ما غادي يفيق معطل اكيد. المهم اللي بغات تكمل شغلاتها بكري ويبقى قدامها الوقت والامور يعني دوز لها ميسره ودوز النهار ديالها زوين، ما عليك الا تنعسي بكري باش تفيقي بكري وديري هذا الشيء كامل. كيف ما انا حتى انا اليوم يعني الحمد لله فقت بكري وشحال من حاجه غادي نديرها ان شاء الله وغادي يبقى قدامي الوقت وغادي نمشي للعمل ديالي بطبيعه الحال. فكيف كتشوفوا معايا انا اول حاجه راني درت الماكينه تصب لي الحويجات، ومنها غادي ندوز مباشرة غادي نصاوب الوجبة ديال الفطور، ما نجي فين سالي إن شاء الله، ونخرج من الدار حتى نكون يعني الحويجات صافي تصبنوا وسالاو ونشرتهم. صافي هنايا إن شاء الله غادي نقاد الوجبة ديال الفطور، اللي ما غادي نصاوب مسمنات أولا رغيفات، كل وحدة كل سيدة شنو كتسميهم. غادي نصاوب مسمنات على الطريقة ديالي، فخليكم معايا. المكونات باش كنعجن المسمن ديالي كنستعمل الدقيق ديال الفينو وشويه ديال الفورس. بالنسبه للفينو كيكون عندي كثر من الفورس، كيكون هو اللي غالب كثر. كندير شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره المعجونه وصافي وكنجمع بالماء. إلا كان عندكم الوقت عطيو العجينة ديالكم الخاطر والوقت ديالها، عجنوها مزيان عركوها. وإلا كان يعني خصها الماء زيدوا لها الماء. كنتم مزروبين تقدروا ملي تعجنوا العجينة ديالكم وتجمعوها ديروها في واحد البلاستيكه اللي تكون نقيه، خليوها تقريبا واحد ربع ساعه ما كاملاش تقريبا، يعني حتى كتحسوا بالعجينه ديالكم يعني ارتبط ولات يعني واجده باش تشكلوها كريات وتطيبوا فيها. صافي انا المهم عجنتها عطيتها الخاطر، عجنتها مزيان عركتها حتى بديت كنسمع ديك الطرطقات ديال العجين. صافي هنا كيف كتشوفوا معايا راني غطيتها واحد شويه ارتاحت، ودابا غادي ندوز باش نشكل كريات صغيره. من بعد ما شكلت كويرات على هذا الحجم هذا، كيكون واحد الحجم اللي هو متساوي، صافي هنا كندهن لهم الوجه ديالهم شويه ديال الزيت باش ما كيبسوش ما كترباش فيهم واحد القشره. صافي وكنغطيهم هنا بهذا البلاستيك هذا كيف كتشوفوا معايا. صافي هنا غادي نبدا نطلق العجينه ديالي، كنطلقها بشويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت. هنا استعملت الزيت البلديه، كانت تسالت لي الزيت العاديه واستعملت الزيت البلديه حتى هي كتجي زوينه، كتعطي واحد المذاق مميز للرغيفات ديالكم. صافي هنا غادي نبدا نطلق العجين ديالي ومن بعد كندير شويه ديال الزبده وكنطلقها هكذا على هذا الشكل هذا وصافي تنبدا نشكل الرغيفات ديالي. بالنسبه لهاد الرغيفات هكا كنصاوبوا الاولى الثانيه وكنخليوها ترتاح باش يعني ملي كنجيو نطلقوها كتجينا ساهله. وهنا راني صافي شعلت على المقله ديالي باش يعني نبدا نطيب فيها. بالنسبه للرغيفات كناخذ واحد الكميه هي اللي كنحمرها كندخل ليها الطياب، هي اللي غادي نحط الفطور ديالنا ان شاء الله. والكميه الاخرى كنطيبها عين نص طيبه لان من بعد غادي ندخلها للفريغو حتى نبغي ان شاء الله نقدمها الوجبه ديال الفطور اولا الكوتي، وعاد غادي نحمرها ولا ندخلها الطياب. وها المسيمنات ديالي وجدوا كنقدموهم بالصحه وراحه، رافقتهم مع شويه ديال الزبده بلديه وبريري ديالها تاي وبصحه وراحه فطوركم. من بعد ما فطرنا الحمد لله والشكر لله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. شوفوا معايا الجو كيفاش صافي عندنا كل يوم كتصبح هاد الضبابه هذه سبحان الله العظيم الجو زويون مبرد، وتتبقى تقريبا حتى لك الجويه 10 ونص عاد كتزول وكتجي الشميشه. صافي الوليدات مشيت باش نوصلهم المدرسه، عاوتاني دايرين لهم اضرابات، هادشي مازال ما عرفناش فين غادي. اضرابات لمده ديالها 3 ايام، 3 والاربع والخميس ما غاديش يقراو. وصافي الله يلطف والله يدير شي تاوي ديال الخير وصافي هذا ما يكون الواحد.
ثاني سافرت لمدينة قنيطرة نبدلو شوية الجو، نهرسو شوية الروتين. كيعجبني هكذا مرة نخرج واحد النهار في السيمانة، نسافر لأقرب مدينة ليا، وبطبيعة الحال على حساب الظروف وعلى حساب الوقت. جيت لمرجان، كاين محلات هنا تبارك الله كيعجبني نتسالى فيهم، وتحلوا محلات وحدين اخرين جداد، وخليكم معايا في هذه الجولة هذه. الجولة ديالي مازال ما سالات، مازال كنتسارى. شكون بحالي تيعجبها تسارى في المحلات وتشوف شنو الجديد شنو خارج. وتبارك الله هذا المحل ديال ميني سعاد فتحوه هنايا جديد مؤخرا، تبارك الله كبير وفيه بزاف ديال الحويجات زويونين. وحتى لهنا غادي نكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. قبل ما نسد معكم الفيديو ما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتشجعني وكتحفزني وكتخليني انني نصور لكم فيديوهات اكثر واكثر. خليتكم في امان الله، السلام عليكم.